السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. موضوعنا النهاردة: ليه المغرب كانت الدولة الوحيدة اللي استعصت على العثمانيين؟ في القرن الستاشر كانت الدولة العثمانية في عز قوتها. سلطان زي سليمان القانوني كان بيحكم إمبراطورية بتمتد من قلب أوروبا لحد أعماق آسيا وأفريقيا. مصر، الشام، العراق والحجاز كلهم دخلوا تحت النفوذ العثماني. لكن وسط السيطرة دي كلها كان في بلد عربي واحد قدر يحتفظ باستقلاله السياسي والعسكري: المغرب الأقصى. والسر مش إنه كان بعيد جغرافياً وبس، لكن كمان بسبب قيادات قوية، صراعات إقليمية ومعارك فاصلة. قبل ما نغوص في التفاصيل، صلوا على النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان نواصل المشوار سوا. بداية السعديين، قوة جديدة في المغرب. المغرب في بداية القرن الستاشر ما كانش في أفضل حالاته. البرتغال كانت محتلة أجزاء من السواحل المغربية من طنجة لحد أكادير. الحكم الداخلي كان في إيد الدولة الوطاسية، لكنها كانت ضعيفة ومفككة. في الوقت ده ظهروا الشرفاء السعديون اللي نسبهم بيرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. الشرهية الدينية دي خلت الناس يلتفوا حواليهم، وده غير قوتهم العسكرية. قائدهم محمد الشيخ السعدي بدأ يقاوم البرتغاليين، وكانت أول ضربة كبيرة ليهم تحرير أجادير سنة 1541. بعد كده قدر يوحد المغرب تحت راية السعديين. معركة وادي اللبن 1558. بعد ما العثمانيين اغتالوا محمد الشيخ السعدي سنة 1557، كانوا فاكرين إن المغرب هيبقى لقمة سهلة. والي الجزائر العثماني وقتها حسن باشا ابن خير الدين بربروسا جه بجيش كبير عشان يضم المغرب للعثمانيين ويمشي زي ما عملوا في تونس والجزائر. الجيش العثماني تقدم لحد نواحي تازة، وهناك قابلوا جيش السعديين بقيادة عبد الله الغالب ابن محمد الشيخ. سير المعركة حصلت في مكان اسمه وادي اللبن. العثمانيين كانوا متفوقين في العدد والمدفعية، لكن المغاربة استغلوا طبيعة الأرض، جبال وأودية. المواجهة انتهت بهزيمة العثمانيين وانسحابهم راجعين للجزائر. النتيجة: المعركة دي أكدت إن دخول المغرب عسكرياً هيبقى صعب جداً على العثمانيين. من بعدها العثمانيين بقوا يتعاملوا مع المغرب بحذر، ولجأوا لسياسة الضغط والدبلوماسية بدل الغزو المباشر، وده كان من أهم الأسباب اللي خلت المغرب يفضل مستقل. الخلاصة: معركة وادي اللبن 1558 جاية بعد سنة واحدة بس من اغتيال محمد الشيخ، ودي كانت الاختبار الحقيقي الأول بين السعديين والجيش العثماني. انتصار المغاربة وقتها هو اللي رسخ فكرة إن المغرب مش زي تونس أو الجزائر، والسيطرة عليه بالقوة مش سهلة. عبد الملك السعدي بين العثمانيين والمغرب. بعد اغتيال محمد الشيخ، المغرب دخل في فترة صعبة. ابن عبد الملك السعدي اضطر يهرب وعاش فترة في اسطنبول. هناك أخذ دعم عثماني عشان يرجع للعرش. لكن المثير إن عبد الملك أول ما استقر في الحكم رفض يخلي المغرب تابع للعثمانيين. هو استفاد من مساعدتهم، لكن كان واضح إنه بيعتبر نفسه سلطان مستقل. معركة وادي المخازن 1578. في اللحظة دي حصل منعطف كبير. السلطان المخلوع المتوكل لجأ للبرتغال عشان يرجع على العرش. الملك البرتغالي الشاب سيباستيان شافها فرصة لتحقيق حلم قديم: غزو المغرب وتحويله لقاعدة مسيحية ضد المسلمين. سيباستيان جهز جيش ضخم يضم برتغاليين وأسبان وإيطاليين ومتطوعين من أوروبا.
في المقابل عبد الملك جمع الجيش المغربي، وكان مريض جدا لكنه أصر يقوده بنفسه. اتقابلوا في معركة وادي المخازن، القصر الكبير، يوم 4 أغسطس 1578. المعركة دي دخلت التاريخ باسم معركة الملوك الثلاثة، عشان الملك سباستيان مات في أرض المعركة، المتوكل غرق وهو بيهرب، عبد الملك مات متأثر بمرضه وسط القتال. النتيجة نصر ساحق للمغرب. الجيش البرتغالي تقريبا اتدمر بالكامل، والبرتغال دخلت في أزمة سياسية ضخمة. بعد سنتين فقدت استقلالها ودخلت تحت حكم إسبانيا لمدة 60 سنة. أحمد المنصور الذهبي، من النصر للغنى. بعد وفاة عبد الملك، أخوه أحمد المنصور الذهبي مسك الحكم. يا حبايبي، أحمد المنصور الذهبي واحد من أبرز السلاطين في تاريخ المغرب، وفعلا حكمه عمل فرق كبير جدا. خليني أحكي لكم بالتفصيل عن إنجازاته وإزاي غير وجه المغرب بعد ما مسك الحكم. أحمد المنصور الذهبي 1549-1603، مسك الحكم سنة 1578 بعد وفاة أخوه عبد الملك السعدي في معركة وادي المخازن. اتلقب بالمنصور بسبب الانتصار العظيم ده، والذهبي عشان الثروة الضخمة اللي جمعها في عهده. الاقتصاد والثروة. بعد معركة وادي المخازن، المغرب حصل على فدية ضخمة جدا من البرتغاليين والأوروبيين عشان يحرروا الأسرى. الفلوس دي دخلت خزينة الدولة وخلتها غنية جدا. المنصور استغل الغنى ده في بناء مؤسسات قوية وتمويل جيش محترف. كمان فتح طرق تجارة جديدة مع أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً تجارة الذهب اللي خلت المغرب مركز تجاري مهم. العمران والثقافة. بنى القصر المشهور جداً قصر البديع في مراكش، واللي كان تحفة معمارية مليانة زخارف ومواد مستوردة من الهند وأوروبا وإفريقيا. النهاردة فاضل منه أطلال، لكن زمان كان من أفخم قصور الدنيا. رعى العلماء والأدباء والفنانين، وخلى مراكش مركز علمي وثقافي كبير. شجع حركة التأليف والترجمة، واتفتح في عهده المجال لانتشار المخطوطات. الجيش والتوسع. المنصور ما اكتفاش بالمغرب، لكن بعت حملة عسكرية لغرب إفريقيا سنة 1591 بقيادة جؤذر باشا، وصلت لحد تمبكتو في مالي. الحملة دي سيطرت على ممالك غنية بالذهب والملح، وده زود ثروة المغرب أكتر. الجيش في عهده بقى منظم، فيه مشاة ومدفعية، واستعمل المرتزقة الأوروبيين أحياناً. السياسة والعلاقات الدولية. المنصور كان ذكي جدا في التعامل مع القوى الكبرى. مع العثمانيين ما خضعش ليهم، لكنه تعامل بندية. كان يبعت لهم وفود وهدايا، لكن من غير ما يعلن تبعية. مع أوروبا فتح علاقات قوية مع إسبانيا وإنجلترا وفرنسا. في زمنه اتعملت مراسلات بينه وبين إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا، وكان في كلام حتى عن تحالف ضد أسبانيا. قدر يحط المغرب في موقع قوة بين الكبار بدل ما يكون مجرد تابع. الدين والشرعية. المنصور استغل نسب السعديين للرسول صلى الله عليه وسلم كشرعية دينية. كان بيظهر كسلطان قوي عادل، وده خلى الناس تلتف حواليه وتدعمه. إيه اللي اختلف في المغرب بعد حكمه؟ من بلد محاصر بالبرتغاليين والتهديد العثماني، بقى دولة غنية ومستقلة وند للقوى الكبرى.
المغرب بقى عنده جيش قوي ومنظم، يقدر يحمي حدوده ويتوسع كمان في إفريقيا. من بلد بيتعرض للغزو بقى مركز اقتصادي وثقافي بيأثر في محيطه. المغرب عاش واحدة من أزهى الفترات في تاريخه السياسي والعسكري. أحمد المنصور الذهبي قدر يحول انتصار وادي المخازن لمرحلة قوة واستقرار. هو مش مجرد سلطان حافظ على استقلال المغرب، لكن كمان عمل نهضة اقتصادية وثقافية، ووسع نفوذ المغرب لحد إفريقيا جنوب الصحراء. وده اللي خلى اسمه دايما مرتبط بالعصر الذهبي للمغرب. القصة دي بتوضح إن المغرب ما كانش مجرد بلد بعيد عن العثمانيين، لكنه كان عنده قيادات قادرة تستغل الظروف وتحافظ على استقلال البلد. محمد الشيخ قاوم البرتغاليين، عبد الملك انتصر على البرتغاليين والمتوكل في وادي المخازن، أحمد المنصور حول الانتصار لقوة سياسية واقتصادية. وبكده المغرب فضل للاستثناء العربي الوحيد اللي ما خضعش للعثمانيين في القرن ال16، وحافظ على استقلاله في وقت باقي العالم العربي كان داخل تحت الحكم العثماني. ايه رأيكم يا حبايبي في الموضوع ده؟ اكتبوا لي في التعليقات، ولو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده وكمان اشتراك. أشوفكوا على خير الفيديو الجاي. سلام.